نفرهرو. الملك توت عنخ آمون غير اسمه مرتين. هو في البداية كان اسمه توت عنخ آمون بمعنى الصورة الحية لآمون. غير اسمه وأصبح توت عنخ آتون، الصورة الحية لآتون. ثم رجع مرة أخرى لاسمه الأصلي توت عنخ آمون. طيب إيه الحكاية؟ هو لما اتولد كان بيعبد آمون زي كل المصريين آنذاك، لكن الملك إخناتون اللي هو أبوه أو أخوه الأكبر، إحنا مش متأكدين بالظبط من صلة القرابة بين الاتنين، لما عمل الديانة الجديدة وهي ديانة آتون وتحول إليها، الطفل توت عنخ آمون تحول معه إلى ديانة آتون وأصبح اسمه توت عنخ آتون، وسافروا كلهم إلى العاصمة الجديدة اللي أنشأها إخناتون في تل العمارنة واسمها أخت آتون. تمر السنين وما هياش سنين طويلة قوي، مات إخناتون والديانة الجديدة بتاعته ماتت معاه وانهارت تماما. فمين اللي هيخلفه على العرش؟ سيمنخ كارع، زوج ابنته. سيمنخ كارع مات هو كمان بعد سنة ونص أو سنتين من الحكم، وجات دور على توت عنخ آمون إن هو يبقى ملك. وفي هذه الأثناء لما أصبح ملكا تحت ضغط أو تأثير من كهنة آمون، عاد لديانته الأصلية وعاد لاسمه الأصلي توت عنخ آمون مرة أخرى. الصور اللي قدامنا فيها الخرطوشين، خرطوش اللي فيه اسمه وهو توت عنخ آمون، والتاني وهو توت عنخ آتون.